تعالوا نسوي خفيفي بالتمر والحلقوم. هذه العجينة كلش هشة، بس أنا سويتها خفيفي فراح تصير مقسبة مثل ما تشوفون. إذا سويتوها بالقوالب راح تطلع عندكم كلش هشة. وهذا الحلقوم اللي سويته وياكم فيديو سابق، موجودة طريقته بالصفحة. للعجينة طحين وحليب باودر وهيل مطحون وخميرة وشكر وملح، والمقادير بالتفصيل تلقوها أسفل الفيديو. طبعا الكليتشة لازم نعجنها بالإيد طريقة الأمهات. الناس تعمل الدهن جنة أو أي دهن انتو تحبوه، مهم دهن أو زبد، بس ذوبته شوية بس بارد مو حار. وأظل أفرك بالطحين والدهن إلى أن يصير مثل الرمل. بعدين أبلش أضيف المي بالتدريج وأعجن إلى أن تصير عجينة مثل ما تشوفون طرية بس ما تتفتت، لأن بيها كمية زينة من المي، وراح نتركها تتخمر. هنا عندي الحلقوم اللي سويته وياكم، راح أفتفته مثل ما تشوفون بهذه الطريقة، وبعدين أعجنه بالزيت. عجنته إلى أن صار بهذا الشكل، وراح نبلش نستعمله. العجينة اختمرت، راح أخذ معدها قطع صغار وأحشيها بالتمر والحلقوم بهذا الشكل، بس نسدها وبعدين نفتحها بالشيبك. وإذا حبيتوا تسووها بالقوالب العادية مال الكليتشة حتطلع عندكم العجينة كلش هشة، بس بهذه الطريقة حتطلع عندكم مقسبة ومثل البسكت، لأن العجينة خفيفة. دهنتها بالبيض وبعدين راح أدخلها الفرن من جوا ومن فوق، وصارت بهذا الشكل. جربوها ولا تنسون لايك والمتابعة، وبالعافية.